جيراندو، شنو العلاقة ديالك بشيماء اللي تم التوقيف ديالها البارح في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادمة من الديار الكندية؟ هاد السيدة هادي يشتبه أنها حصلت على مجموعة ديال الأموال من طرف سماسرة ديالك اللي شدوها من الضحايا ديالك. هاد السيدة اللي دخلت المطار ديال الدار البيضاء كان عليها مذكرة بحث وطنية، ومع دخلت تم إلقاء القبض ديالها، وتبين أنها شدت مجموعة ديال التحويلات المالية من بينها واحد التحويل يتجاوز 6400 دولار جاي من إحدى الضحايا ديالك، ودايز للسمسار ودايز لها هي وشدتهم وعطاتهم لك، لأنها عندها واحد الوكالة ديال الهجرة في كندا واستغلت العمل ديالها باش توصل لك الفلوس. ودابا نطرحوا عليك واحد المجموعة ديال الأسئلة. ما علاقة هاد السيدة بالزوجة ديالك؟ واش بصح هي اللي عرفتك بها وقالت لك ها منين تولي تجيب هذوك الفلوس ديال الابتزاز من المغرب؟ السؤال الثاني، علاش ما خليتيش الزوجه ديالك هي اللي تشد هاد الفلوس هادو وورطي معاك هاد السيده؟ السؤال الثالث، واش بصح قلتي لها بما ان عندك الجنسيه الكنديه ما تخافي والو راه ما يقدروش يشدوك في المغرب؟ والسؤال الرابع اللي هو اكثر اهميه، واش لالك ناعمه الزوجه ديالك والباترون ديالك في العمل هذه تجي دوز هي الصيف في المغرب؟ وتحياتي.